العائلات الكردية في فلسطين. الكاتب الدكتور أحمد الخليل. المقالة التالية منقولة كما هي من موقع شبكة فلسطين للحوار. ملاحظة: الأديب الفلسطيني الشهير غسان كنفاني هو من عائلة كردية في مدينة عكا، واسم عائلته مذكور هنا في هذا المقال. وسبق أن ذكر الصديق الدكتور محمد علي الصويركي الكردي من كرد الأردن، ذلك في كتابه الأكراد الأردنيون الصفحة 44. عرق العائلات الفلسطينية من أصول كردية. أسماؤها، تاريخها، أماكن وجودها. الملتقى المقدسي. ارتبط وجود الكرد في فلسطين بشكل لافت للنظر في القرون الوسطى، وخصوصاً بأحداث الصراع الإسلامي الصليبي على بلاد الشام ومصر أيام الدولة النورية التي أسسها نور الدين زنكي، وبالدولة الصلاحية الأيوبية التي أسسها البطل الكردي الخالد صلاح الدين الأيوبي. وبعد هذه الفترة ظل الكرد يتوافدون إلى مدن فلسطين وقراها في العهود اللاحقة منذ أيام الدولة المملوكية والعثمانية والانتداب البريطاني حتى بدايات العصر الحديث، وكانوا يأتون إليها على شكل مجاهدين في الجيوش الإسلامية التي تشكلت منذ أيام نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي. وقد أعطى الأخير الكثير من الأمراء الكرد إقطاعات خاصة بهم في مدن فلسطين الرئيسية من أجل الدفاع عنها أمام الغزوات الصليبية القادمة، والعمل على صبغ البلاد بالطابع الإسلامي بعدما كانت فلسطين مملكة صليبية احتلت لأكثر من 100 عام وأفرغت من سكانها الأصليين. فكانت سياسة صلاح الدين تقوم على إسكان الجنود الكرد في المدن الفلسطينية وإعطائهم إقطاعات خاصة بهم. ومع الأيام شكل الكرد الموجودون في هذه المدن أحياء خاصة بهم في كل من القدس والخليل وعكا ونابلس وغزة، واشتهرت باسمهم محلات الأكراد. فعلى سبيل الذكر أسكن صلاح الدين الكرد في مدينة الخليل، ومع الأيام أخذوا ينافسون السكان على زعامة المدينة، صار بها حلفان: الحلف الأيوبي الكردي والحلف العربي التميمي. ودخل الحلفان في صدامات وصراعات عشائرية انتهت بهم إلى مذبحة السلطان قايتباي المملوكي سنة 878 هجري 1473 ميلادي، وكانت مذبحة فاحشة نتج عنها تفرق الحليفين إلى جهات مختلفة في فلسطين، فتفرق الكرد إلى نابلس واللد والقدس وخان يونس، وانتهت الأمور بتدخل السلطان المملوكي آنذاك، حتى ضعفت شوكة الأيوبيين في الخليل في القرن التاسع عشر قبيل حملة إبراهيم باشا المصري على بلاد الشام 1830 ميلادي. أما مدينة نابلس فقد منحها السلطان صلاح الدين الأيوبي لابن أخته حسام الدين لاجين بعد أن فتحها الأخير وأخرج الصليبيين منها، وأصبحت إقطاعا له. وبعد وفاته انتقلت إلى الأمراء الكرد أمثال سيف الدين علي بن أحمد الهكاري. كما شكل كرد نابلس أكثرية الجيش المملوكي، وكان من بينهم رجال إدارة وحكام مرموقون. واستمر مجيء العلماء وعلماء الدين الكرد إلى مدن فلسطين في العصر المملوكي، فقد نزل الشيخ إبراهيم بن الهدمة الكردي قرية سعير الواقعة ما بين القدس والخليل، وكان صاحب كرامات، وأقام بها حتى توفى سنة 730 هجري 1229 ميلادي. كما نزل العالم بدر الدين الهكياري السلطي وأبناؤه مدينة القدس قادمين إليها من مدينة السلط في شرقي الأردن، وكونوا حارة السلطية نسبة إلى بلدة السلط التي قدموا منها، وتولى أحفاده إمامة المسجد الأقصى لعقود طويلة، وعرفوا بعائلة الإمام، ولا يزالون يقيمون في القدس إلى اليوم. وكان عدد الكرد كبيراً في مدينة القدس، إذ شكلوا بها حارة خاصة بهم عرفت باسم حارة الأكراد، وكانت تقع غربي حارة المغاربة، وتعرف اليوم باسم حائرة الشرف. وشهدت القدس استقبال عدد لا بأس به من علماء الأكراد أيضاً،
مثل الشيخ أحمد محمد الكردي البسطامي شيخ البسطامية بها، الذي عمل في التدريس بالمدرسة الصلاحية الصوفية وبقي فيها حتى توفي سنة 881 هجرية 1400 ميلادي. والشيخ يوسف الكردي الذي درس بالمدرسة الصلاحية، والشيخ جبريل الكردي الذي كان من أهل الفضل ومن أصحاب شيخ الإسلام الكمالي، والشيخ نجم الدين داوود الكردي الذي درس بالمدرسة الصلاحية، والشيخ الدرباس الكردي الهكاري المدرس بالمدرسة الجولية، وكان صالحاً معتقداً. كما توجد اليوم في ساحة الحرم القدسي الشريف القبة القيمرية نسبة إلى جماعة من المجاهدين الكرد القادمين من قلعة قيمر الواقعة في الجبال بين الموصل وخلاطة، ونسب إليها جماعة من الأمراء الأكراد، ويقال لصاحبها أبو الفوارس. ومن المدفونين في القبة القيمرية الشهيد الأمير حسام الدين أبو الحسن بن أبي الفوارس القيمري المتوفى سنة 648 هجرية 1250 ميلادي، والأمير ضياء الدين موسى بن أبي الفارس المتوفى سنة 654 سنة 1684 هجرية 1250 ميلادي، والأمير حسام الدين خضر القيمري المتوفى سنة 1665 هجرية 1262 ميلادي، والأمير ناصر الدين أبو الحسن القيمري المتوفى سنة 1665 هجرية 1266 ميلادي. ولا يزال أحفاد هؤلاء الأمراء يعيشون اليوم في القدس وفي بلدة دورة بالخليل، ويعرفون بآل القيمري. وقد هاجر قسم منهم بعد حرب حزيران 1967 إلى مدينة عمان والزرقاء بالأردن. كما قدم الكرد إلى القدس وجوارها خلال العهد العثماني بعد أداء فريضة الحج، وأقاموا في زاوية خاصة بهم وهي حي الأزبكية، وعمل بعضهم في الجيش وقوات الأمن، إذ كان أحمد محمد الكردي مستخدما في قوات الأمن، ومحمد فيروز الكردي مستخدما في قوات الأمن، وحسن قواس البرزاني الكردي مستخدما في الجيش. كما أشارت سجلات محكمة يافا الشرعية إلى توطن عدد من الكرد في قضاء يافا في العهد العثماني 1864 1914 ميلادي، حيث عملوا في الجيش وقوات الأمن داخل قضاء يافا وخارجه، وبعضهم آثر البقاء في المنطقة بعد انتهاء خدماتهم العسكرية، كما تظهر حجج حصر التركات في محكمة يافا الشرعية. فكان حسن آغا الكردي القاطن في سكنة أرشيد بيافا أحد أفراد الجيش العثماني في قضاء يافا، وكان الحاج بكير آغا الكردي جاويش في العساكر العثمانية المرابطة في القضاء، وكان الحاج أحمد آغا بن محمد القواس الكردي القاطن في مدينة الرملة يوزباشي جاندرمة في لواء بني غازي. شكل الجنود الكرد حارة خاصة بهم في مدينة غزة مقر وسنجق وغزة العثماني خلال القرن السادس عشر الميلادي. وعندما زار الرحالة التركي أوليا شلبي مدينة صفد عام 1671 ميلادي، ذكر بأن معظم سكانها جند من الكرد، ولهم حارة خاصة باسمهم حارة الأكراد، وبها 200 دار. ويلاحظ بأن الكرد استمروا بالقدوم إلى مدن وقرى فلسطين خلال العهد العثماني من حي الأكراد بدمشق ومن الجزيرة وديار بكر، طلباً للعمل والتجارة أو العمل كموظفين وإداريين أو جنوداً في الجيش العثماني. وفي أثناء بحثنا في الملتقى المقدسي وجدنا أنه من أبرز العشائر والعائلات الكردية في فلسطين الأسرة الأيوبية الكبرى. جاء في وثيقة الأسرة الأيوبية الكبرى المنشورة عام 1946 أسماء العائلات المتفرعة
من الأسرة الأيوبية الكبرى، وهم أكراد أيوبيون يعودون بأصولهم الكردية إلى الدولة الأيوبية، وكانوا ضمن من توطنوا في فلسطين بعد تحريرها من الاحتلال الصليبي، ويسكن أغلبيتهم اليوم في مدينة الخليل بشكل خاص، والبقية في مدن فلسطين الأخرى. والأسرة الأيوبية الكبرى تضم العشائر والعائلات الكردية الآتية: أبو خلف، صلاح، الهشلمون، طبلت، جويلس، البيطار، حمور، زلوم، حريئز، الربيحية، البرادعي، أحمارو، الجباريني، إمحيسن، أبو زعرور، عرعر، صهيون، الحزين، برقان، سدر، فخذ أبو سالم، مرقة، المهلوس، رويشد، أبو الحلاوة، الحشيم، متعب، قفيشة. وكانوا يشكلون حوالي نصف أو ثلث سكان مدينة الخليل، وقسم منهم يسكن اليوم في مدن جنين ونابلس والقدس ويافا ومصر والأردن. عائلة الإمام يسكنون اليوم حول المدرسة الأمينية إلى الشمال من الحرم القدسي الشريف، ويعودون بأصولهم إلى العالم ضياء الدين محمد أبو عيسى الهكاري السلطي القادم إليها من حارة الأكراد في مدينة السلط بالأردن خلال العصر المملوكي. وقد تولى أحفاده إمامة المسجد الأقصى لقرون طويلة، ومنها لبسهم لقب الإمام ولقبوا به إلى اليوم. آل زعرور من أكثر العائلات الكردية عدداً، ويعودون بأصولهم إلى الأيوبيين، ويسكنون اليوم في العيزرية شرقي القدس وفي مدينة الخليل. دار الملا، وهم أكراد من نسل ملا أو منل علي حاكم الناصرة الذي ينتسبون إليها، ويسكنون مدينة الناصرة. آل سيف، يقال إنهم من نسل آل سيفة الأكراد الذين حكموا طرابلس وعكار شمال لبنان في القرن السادس عشر، وقد نزلوها بعد صراعهم مع المعنيين في جبل لبنان منذ قرون خلت. آل موسى وآل عيسى، عرفت ذريتهم بالبرقاوي نسبة إلى بلدة برقاء بجوار نابلس، وينحدرون من آل سيفا الأكراد حكام طرابلس وعكار في شمال لبنان في القرن السادس عشر، ويقيمون اليوم في قرية شوفة وكفر اللبد. آل القيمري، وهم من أحفاد الأمراء الأكراد الذين قدموا إلى فلسطين من منطقة قيمر الواقعة في الجبال بين الموصل وخلاط في كردستان العراق، وقد استقروا في مدينة الخليل في عصر الدولة الأيوبية بصفتهم مجاهدين في جيش صلاح الدين الأيوبي، ولأجدادهم اليوم القبة القيمارية القائمة في الحرم القدسي الشريف، وتضم رفات بعض أمراؤهم الذين استشهدوا في تلك الحروب. ويسكن آل القيمري اليوم في بلدة دورا الخليل، وقسم منهم هاجر إلى عمان بالأردن. من عائلات مدينة القدس، تضم مدينة القدس عدداً من العائلات الكردية، هي عائلة أبي اللطف، الكرد، الكردي، البسطامي، عليكو، الأيوبيون مثلي، السائح، أبو غليون، عكة، قفيشة، غراب، أبو حميد، الأيوبي، الحزين، سدر، مرقة، علوش، الجبريني، البرادعي، فراح، إمحيس، متيعئب، الأيوبي، زلوم، حريز، إعسيلة. ويذكر بأن الكرد قدموا إلى القدس وجوارها بعد أداء فريضة الحج، وأقاموا في زاوية خاصة بهم، وخصوصاً في حي الأزبكية، وعمل بعضهم في الجيش وقوات الأمن.
ومن العائلات الكردية الأخرى المقيمة في القرى والمدن الفلسطينية. الشحيمات فرع من عشيرة البشاتوه، كانوا يقيمون في قرى كوكب الهوى والمزار والبشاتوه في قضاء بيسان، وقد هاجر أغلبيتهم إلى غور الأردن واستقروا به في مدينة الشونة الشمالية والمنشية ووقاص وإربد بعد عام 1948. وهناك عائلات: الآغا في مدينة صفد، والكردي في قرية دير البلح، والكردي والكنفاني في مدينة عكا، والكردي وفشري من الأيوبية في مدينة اللد، والأكراد الأيوبية في قرية الربيحية، قضاء الخليل واللحام في بلدة صوريف، والكردي في مدينة طبرية، والضاضة في مدينة بيسان، وأبو زهرة والكردي والزولم، والسائح في مدينة نابلس، وعائلات الناجي باكر علوه في طيرة حيفا، وهم من أصل كردي قدموا إليها من ديار بكر، وهم من ذرار 3 أقرباء، وهم بكوه باكير وعلوه علي وحسوه حسن، وكانوا يقيمون في طيرة حيفا. وبعد عام 1948 هاجروا إلى الأردن، وهناك آل مراد الكردي والآغا والضاضة والكردي في قطاع غزة، والكردي في مخيم عائدة بجوار بيت لحم، والآغا في مدينة خان يونس، والكردي في مدينة بئر السبع، وأبو زهرة في يطا قرب نابلس، وأكراد البقآرة والغنامية في قضاء طبرية، والكردي في قرية حوارة وحواس، والكرد في مدينة الرملة، والكرد في قرية عين عريك، والكورد في القدس والخليل ودير البلح وبيت طيمة، والأيوبي والصدية من الأسرة الأيوبية في مدينة يافا. مدينة غزة. عاشت عائلة الضاضة في قرية الكوفخة في منطقة بئر السبع حتى عام 1948، وعندما تعرضت القرية للهدم والتجريف رجعوا إلى مدينة غزة. ويقول أحد أفراد عائلة الضاضة إن أساس العائلة من أكراد كردستان، وقد جاء جدهم إلى غزة أيام الدولة العثمانية بحكم وظيفته، وكان اسمه الحاج مصطفى الضاضة، وأنجب ولدين هما عبد الحميد وعبد ربه، الذي ذهب مع وأولاده عبد الرحمن وديب وسكن في قرية الكوفخة وعملوا في الفلاحة وتربية الأغنام والجمال. وبعد تدمير هذه القرية 1948 نزلوا مدينة غزة. مدينة طبرية. وفي طبرية تسكن عائلة الكردي التي تنتمي إلى عشيرة الإيزولي الكردية في سوريا، وقد عينت حكومة الانتداب البريطاني السيد محمد أيوب ضاضة أبو أيوب الكردي مختاراً للمسلمين في مدينة طبرية. وهناك عائلة بكداش وعائلة خليل الكردي جرس، وعائلة ضاضة وجدهم هو الحاج درويش ضاضة، وعائلة بكر آغا أزولي وجدهم بكر صدقي آغا أزولي. مدينة يافا. أشارت سجلات محكمة يافا الشرعية إلى توطين عدد من الكرد في قضاء يافا في العهد العثماني 1864-1914 ميلادي، إذ عملوا في الجيش وقوات الأمن داخل قضاء يافا وخارجه، وبعضهم آثروا البقاء في المنطقة بعد انتهاء خدماتهم العسكرية، كما تظهر حجج حصر التركات في محكمة يافا الشرعية. فكان حسن آغا الكردي القاطن في سكنة رشيد بيافا أحد أفراد الجيش العثماني في القضاء، وكان الحاج بكير آغا الكردي جاويش في العساكر العثمانية المرابطة في القضاء، وكان الحاج أحمد آغا بن محمد القواز الكردي القاطن في مدينة الرملة يوزباشي جاندرمة في لواء بني غازي. ونتيجة للصراع العربي الإسرائيلي الذي جرى في فلسطين، وخصوصاً حرب عام 1948 ميلادي وعام 1967 ميلادي، هاجر الكثير من العائلات الكردية السابقة الذكر إلى بعض الدول العربية المجاورة كسوريا ولبنان ومصر
والعراق والأردن ودول الخليج وإلى بعض الدول الأوروبية وأمريكا. يلاحظ بأن أغلبية كرد فلسطين قد استعربوا، وذلك بسبب وجودهم في فلسطين منذ عشرات السنين، والتي تعود إلى حوالي 900 سنة أيام الحروب الصليبية، فكانت هذه الفترة الزمنية الطويلة كفيلة بتعريبهم وصهرهم في بوتقة المجتمع العربي الفلسطيني، ولم يعد يربطهم بكرديتهم أي شيء سوى قول بعضهم بأن أصولنا كردية، بل يذهب بعضهم إلى التشكيك بهذه الأصول الكردية المعروفة على الرغم بأنها مثبتة في العديد من المراجع والمصادر. ولهذا فإن أغلبية كرد فلسطين ليس لديهم شعور قومي كأكراد، أضف إلى ذلك ما سببته لهم ظروف النكبة الفلسطينية من مآسي وويلات، فقد جردوا من أملاكهم وأراضيهم وشردوا في بقاع الأرض، فكان همهم الأول منصباً على تأمين لقمة العيش والمسكن وعدم الالتفات إلى الجذور والأصول والبحث عنها، فهي بنظرهم لم تعد تفيدهم بشيء أمام وطأة العدوان والتشرد في بقاع الأرض، كما أن تشتتهم في الكثير من دول العالم حال دون تجمعهم واتفافهم في روابط عشائرية تقودهم إلى البحث عن أصولهم الكردية البعيدة وغرس هذا الشعور لدى أبنائهم. وتبين لنا في موقع الملتقى المقديسي بأنه وعلى الرغم مما سبق يمكن استثناء عدد قليل من الكرد الذين لا زالوا محافظين على كرديتهم ويعتزون بهذا الانتماء ولديهم مشاعر قومية، ويمكن حصرهم بالكرد الذين قدموا إلى فلسطين في أواخر العهد العثماني، أو من الذين يحملون اسماً عائلياً يدل في معناه على كرديتهم، وهذا ما تلمسه لدى بعض العائلات الآتية: الكردي، الكرد، ضاضة، الآغا، القيمري، وهؤلاء يوجدون اليوم في مدن فلسطين والأردن، وبعضهم أعضاء في جمعية صلاح الدين الأيوبي الكردية في عمان بالأردن. إعداد سردار رامان.